وبالتالي استطاع اللاعب أن يصيب باعتبار أنه المنطقة مكشوفة. طيب هذا هو الهدف الأول والهجمة المرتدة. بالضبط. عدد قليل من لاعبي فيريفيارو أمام عدد أكبر من 4 لاعبين، ولكن تلعب لاعبي فيريفيارو 4 لاعبين موجودين، ولكن لاحظ سوء التمركز، متباعدين عن بعض، لم يكن هناك تنسيق أو نسق دفاعي وتلاعب من فرنانديز بلاعبي دفاع المريخ. هذا ما هو أنا أتحدث عنه. وأيضا هناك فرص كثيرة. لا سنأتي إلى الفرص، لكن توضيح نقطة الضعف الرئيسية في المريخ هي التمركز الدفاعي السيء. بالتأكيد لا يوجد هناك تمركز دفاعي. أنا نتكلم عن ترابط الخطوط ومهريا، لكن ما ينقص المريخ؟ لماذا لا يسجل أهداف في هذه المباريات؟ أولا فريق فيريفيارو يلعب بشكل دفاعي كبير يعني، ويلعب باستخلاص أول بأول في المنطقة بتاعته، لا يستحوذ على الكرة. هو عامل زيادة عددية في المنطقة الدفاعية. بالضبط، ويلعب بدنيا بصورة قوية جدا. فريق المريخ نعم مستحوذ، ولكن تحدثنا مع كابتن حاتم انه ولكن ينفضها عن مرماه سواريز فيكتور. الكرة العرضية وين الرأسية وفي الجول. جول للمريخ، وخير خلف ظفر خير خلف. نعم ياتي وحامل معاه الافراح. احمد عبد الله ظفر يضع الكره الماضيه في المرمى مدونا الفرحه الثانيه. نادينا الراسيه، ولكن ظفر ابى ان تمر الكره الماضيه الا بفرحه مباشره في الشباك، معانقه للشباك، والفرحه معانقه للزعيم وللريد كاسل بهدف ثاني عن طريق احمد عبد الله ظفر الذي يزأر